شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو لنهار اليوم. فيديو اليوم يخص كيفاش نقدروا نتحصلوا على لون بني شوكولاتي. هذا اللون بزاف محبوب عند البنات، خصوصا في اللي يحبوا الالوان الفاتحه. اليوم جبت لكم هذا اللون برقم واحد فقط تقدروا تتحصلوا على هذا اللون، يعني بدون ما ديروا عملية ديكاباج أو سحب اللون. هذا اللون بزاف مفضل عند فئة من البنات كانوا طلبوه مني، وهذا اللون نقدروا نتحصلوا عليه بصبغة واحدة فقط كما قلت لكم، بدون ما نديروا عملية سحب اللون أو نديروا ديكاباج. لازم فقط يكون لون الشعر الأصلي، يعني ما نكونوش دايرين درجات الأشقر أو نكونوا دايرين ديكاباج. لازم يكون الشعر إما أسود طبيعي أو يكون شعركم لونه بني، يعني أي درجة من درجات البني تقدري تستخدمي لها هذه الصبغة، واللي هي صبغة كرني رقم 6.34. هذه الصبغة فيها الأكسيدون اللي خاص بها، يعني ما تحتاجيش أنك تشتري أكسيدون كما بعض الماركات، وفيها أيضا البلسم اللي مدو رطوبة ويعزز لون الشعر. كما قلت لكم الصبغة هذه تستعملوها على لون الشعر الأصلي. هنا راح تمد لكم بالتقريب نفس الشعر متواجد في الصورة إذا كان لون شعركم أصلي يعني في الأسود، أما إذا كان في درجات البني راح فقط تختلف الدرجات، يعني ممكن تتحصلوا على لون غامق شوية أو لون فاتح شوية، لكن تتحصلوا على درجات البني الشوكولاتي. هذه بالنسبة فيما يخص البنات اللي حابين يصبغوا شعرهم في درجات البني أو بني شوكولاتي. ننصحكم كثير بهذه الصبغة، من ناحية أولا اللون لأنها تعطي لك اللون، ثانيا من ناحية الترطيب للشعر، وفيما يخص المدة الزمنية اللي تستغرقها هذه الصبغة باش تخرج لنا تقريبا من نصف ساعة حتى 35 دقيقة، تقدروا تروحوا حتى 45 دقيقة فقط. راقبوا لون الشعر، المدة الزمنية بطبيعة الحال تختلف يعني على حساب لون الشعر. وهذه الصبغة معها بلسم، يعني بعد ما تغسلوا شعركم مباشرة تستخدموا البلسم وتشلوه شوية، تنشفوا شعركم، تستخدموا أي نوع سيروم للشعر. نتمنى أنني نكون فدتكم، خصوصا البنات اللي كانوا سألوني على كيفاش يتحصلوا على اللون البني الشوكولاتي. تهلاو في روحكم حبيباتي، سلام.